رايح قرية صغيرة وبيحاول إنه يستأجر بيت فيها، وبيكون المكان ده هو القرية اللي كانت مامته فيها. وهو رايح يمضي العقد بتعدي عربية قدامهم، وبيكون فيها ابن أغنى العائلات في كوريا، ولكنه بيدرس هنا بالقرية لأنه بيكون الابن الغير شرعي، ودائما بيخلوه بعيد عن العيلة وبيبعتوله فلوس كتير، ولكن مفيش أي تواصل مباشر مع أهله. وده بيبان بالحفلة اللي كانوا أهله عاملينها وكل إخواته مبسوطين فيها، وهو بيكون قاعد بغرفته وما بينزلش يحتفل معاهم، وبيكون البطل شايف كل حاجة من بعيد. وتاني يوم بيبدأ البطل هان إنه يدور على شغل، وبيشوف ابن عيلة كانج وهو بيعمل اللي هو عاوزه وبياخد أي حاجة هو عاوزها بدون ما حد يتكلم معاه. وبيحس وقتها كانج إنه هان مهتم بتصرفاته، وده على عكس كل الناس بالقرية اللي هم فيها. ولكن بيرد هان إنه هو أصلا مش مهتم أبدا باللي هو بيعمله، لأنه أنت أصلا محدش شايفك، والكلمة دي بتستفزه